السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة شبه الجو تلج ازاي؟ جو تلج. انا في الكلية. المهم النهاردة جاي اتكلم على نقطة مهمة، وان هي ازاي اجيب قبول من الجامعة. هل الجامعة طالبة مني ايه علشان تديني قبول ان انا اكمل اخد القبول واخد الاي 20 والحاجات دي كلها. فالحاجات دي بسيطة جدا يعني، اقسم بالله العظيم يعني انتم مصعبين الامور جدا يعني. هو رقم واحد الباسبور، طبعا هو اي حد يكون لازم يسافر لازم يكون معاه باسبور. في واحد سالني قبل كده انا ممكن اسافر من غير باسبور؟ فانا مش عارف ارد اقول له ايه يعني. المهم، النقطة التانية وإن هي شهادة الثانوية العامة، سواء أنت تقدم على بكالوريوس فأنت عايز شهادة الثانوية العامة بتاعتك، لو أنت تقدم على ماجستير فأنت محتاج شهادة البكالوريوس بتاعتك. تمام. تمام. مفيش اسهل من كده. سواء الدرجة انت بتجيبها، مش كل الدرجات بتتقبل يعني، لازم يكون درجات عالية. بمعنى ايه؟ معنى ان انت لازم تكون جايب فوق ال 80 او 85% وانت طالع. تمام. وممكن اعلى كمان يعني. وفي جامعات ما بتقبلش غير يعني مثلا 90 95%. فانت محتاج ان انت تشتغل على النقطة دي ازاي معايا انا. كلمني وما تشغلش بالك بالنقطة دي. حلو. يعني انا بسهل لك الدنيا اهو. كشف الحساب البنكي، انا مش طالب منك كشف حساب بنكي ان محدش معاه في البنك 3 مليون، 3 مليون دولار. حلو. فانا الموضوع ده انا بتعامل بيه ازاي؟ باختصاصي انا، شغلي. انا لما اقول لك حاجه تسمع الكلام بس. آه كده احنا باسبور، شهاده الثانويه العامه، كشف حساب البنك. تمام. يعني حرفيا بس كده. والفلوس طبعا بقى يعني، اهم من كل ده الفلوس. يعني انت يكون معاك فلوس. الموضوع ممكن يكلفك كام؟ لو انت قدر الله خسرت، فانت ممكن تخسر بما يعادل يعني ايه، $1000. $1000 لو قدر الله انت خسرت او انت مش عايز تقدم تاني، فانت تخسر $1000 بس. فالموضوع يا جماعة يستاهل المجازفة، يعني يستاهل ان انت تتعب عشانه، بعيدا عن التلج ده. بس يستاهل ان انت تتعب عشانه بس. ايوه طب. واللي محتاج اي مساعدة طبعا ايه، انتوا عارفين الانستجرام بتاعي، يكلمني وانا ابقى معاه.